بصوا ده مطرح ما انا فضيت اهو، يعني بواقي بسيطة اهي، ودي مية اهي من الحنفية فاضية خالص اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نجرب الرغوة نشوفوه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مش بعمل كمان ايه براحتي عشان حاسة ان المكان ضيق، فلو باخد راحتي في الحركة هتلاقي في رغوة عالية عن كده، بس هو ما شاء الله وآمن على الإيد اهو، زي ما انتوا شايفين أنا شغالة بيه قدامكم اهو. بس طبعا الأأمن أو أحسن عشان لو حد فيه عنده حساسية ولا ما يتعبوش. أنا نسيت أحط جليسرين والله، أنا محضراه بس نسيت أحطه. ما علينا. هو بص الصابون اللي أنا جايباه كان بالجليسرين، وعندك أكياس برضو هتلاقي كان محطوط عليها جليسرين لأنها طبعا شغل شركات. وبكده اهو شايفين النتيجة عاملة ازاي معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل البريل بطريقه سهله جدا. معانا هنا في دي كده 2 لتر ميه، 2 لتر ميه، ومعانا هنا 3 معالق نشا. هنا هناخده بقى ايه، معلقتين مسح صودا او هيدروكسيد الصوديوم، يا معلقتين مسح يا معلقه هرميه وربع مثلا او نص معلقه كمان. بصي مطلع دخان جامد ازاي. يا ريت بقى تاخدي بالك من النقطه دي عشان نفسك، يا تلبسي كمامه يا تلبسي وتلبسي جوانتي، يا مكان مفتوح يا تحت شفاط اي حاجه، المهم يبقى التهويه بعيد عني. انا هقلبه واخليه يبرد تماما. يا جماعه المنظفات اللي بتتعمل بالصودا لازم تبرد تماما، والله بتدي نفس النتيجه، بس هي لما بنعملها وهي سخنه بتبقى ريحه الحاجه اللي احنا بنعملها اذا كان برسيل بنعمله صابون سايل بيبقى ريحتها وحشه قوي، لكن كده بتدينا نفس النتيجه والريحه ما بتبقاش وحشه. فانا هقلبه واسيبه يبرد تماما تماما وارجع لكم تاني. خلاص احنا سيبناها تبرد. اول حاجه نجيب الميه 3 معالق هرميين، 3 مليانين على الاخر يعني. ابتدى نشا او دقيق، يا نشا يا دقيق. تمام. بيتقلب كويس عشان ما يبقاش فيه كلاكيع ولا يعني كتل معانا ولا اي حاجه. بصي يبقى سلس معاكي كده ماشي. وانا بقلب كده هحط معلقتين سكر عشان زيادة الرغوة وتنعيم الايد بديل الجليسرين، وربع معلقة ملح ليمون. في كربوناته تمام مفيش، انا عشان بصراحة مش عندي فانا مستكفية بده. ويتقلب كويس برضو عشان كله يدوب في بعض وكله يبقى ايه حاجة واحدة. تمام. انتوا عارفين من اساسيات المنظفات التقليب الكويس. كله دايب اهو الحمد لله. انا بقفل الكاميرا وبقلب كويس عشان ما يبقاش في حاجه فيها حبيبات ولا الكلام ده. تمام. احنا معانا هنا لتر صابون كده، معانا 3 لتر يعني 2 لتر ميه وادي لتر صابون، ادي كده اصبح ايه 3 لتر. الصابون لازم يبقى مثلا جودته كويسه، بمعنى ان انا دلوقتي في صابون ب5 او صابون ب4 وفي صابون ب6 او ب7، لا نجيبه العالي شويه يعني 6-7 جنيه مش هيعمل حاجه بالنسبه ل3 لتر ايه صابون. احنا معانا كده 3 لتر. لكن لو تجيبي اللتر ب5 جنيه طبعا بيبقى الاضافات اللي هو حاططها اقل من اللي ب7 اقل من اللي ب6 كده يعني. فاحنا بنجيبه حاجه كويسه عشان احنا بنعملها استخدام في بيتنا، وحاجه كويسه عشان تطلع لنا منتج كويس في الاخر. تمام. خلاص احنا اتفقنا ان احنا كله اتقلب تمام اهو. انا بقفل الكاميرا وبقلب حلو قوي عشان الحاجه تطلع معانا ممتازه وما يبقاش فيها اي تكتلات زي ما انتم شايفين اهو. والصودا بردت خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو سخنه كان زمانها ايه عملت لون كده شفاف على طول، عشان هي بتبقى سخنه بيخليها تستوي بسرعه، لكن عشان احنا برد خالص ما بقاش فيها سخونيه معايا خالص، فهتاخد وقت بسيط كده لحد ما ايه يعني يبقى جل يعني. تمام اهو. هقلب برضو تقليب كويس وارجع لكم. وعموما بصوا ما شاء الله بقى جل على طول اهو، وبارد تماما. الصودا ما كانتش سخنه بس عايزه تقليب شويه يعني ايه. انا بحب اقلب الحاجه واديها حقها عشان تدينا نتيجه كويسه. هبص بقى انا قلبت كويس دي. بسم الله ما شاء الله بقى عامل ازاي. طبعا اللون مش باين قوي او ظاهر قوي معايا عشان هو ايه يعتبر شبه شفاف. لما حطينا الصودا اللون يعتبر اختفى شويه. فانا معايا هنا لون اصفر مدوباه في ميه. بسم الله الرحمن الرحيم.
انتي بتحطي اللون على حسب ما هو ايه. يعني انا عندي عشان البريل كان اصفر او فيري او مهما كان، فهنا ايه حطيت له لون اصفر. لكن لو انتي عندك اخضر هتحطي لون اخضر، عندك شفاف عايزه تسيبيه شفاف خلاص. لو انتي عندك شفاف عايزه تلونيه اي لون براحتك طبعا، كل ده تحت ايدك انتي وبراحتك. تمام. اهو انا هسيبه بقى لحد ما يبقى يعني يدينا النتيجه النهائيه بتاعته، والرغوه دي تختفي تماما، ونشوفوا بقى ايه النتيجه بتاعته النهائيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اقفل بس حبيت اوريكم المنظر، وعايزين نشوف الرغوه مع بعض بس مش دلوقتي، لما ايه يهدى شويه خالص كده ونشوف النتيجه النهائيه بتاعته بعد بص الرغوه دي كلها ما تروح. احنا كده يا جماعه تاني يوم. ما عندك بقى كيس بريل، كيس اي كيس اللي هي الصغيره دي دوت ساتش بجنيه الواحد. انا هحط 3. بسم الله الرحمن الرحيم. يدينا برضو ايه اللي هو مادة حافظة، يدينا ريحة، يدينا تقوية للصابون برضو كده. انت بتحطي حاجة ايه بتقوي بيها الصابون. انا حطيت 2، ادي ده التالت. انا جايبه اصفر عشان يبقى برضو بنفس درجة اللون اللي انا عاملاه. لو انت جايه عامله اخضر انت ممكن تجيبي بقى طبعا بريل، فاهماني؟ فانت بتجيبي على حسب درجة اللون اللي انت ايه عاملاه. خلاص كده احنا هو يعني ايه وصلنا كده. فاضل يعني حاجة واحدة هنا. ده فريدة بريحة الليمون، ريحته قوية جدا، ريحة الليمون قوية جدا. تمام. يعني بيغنيكي عن الريحة الزيتية اللي احنا بنحطها بصوا انا كده ايه حطيت شوية. حطي على حسب الكمية اللي انت عامليها، يعني بنظرك كده تقدري تقيمي. طبعا انت هتحطي على حسب الكمية اللي انت عاملاها، وتقدري تقولي ايه الحبة دول، يعني حبة المعطر اللي انت هتحطيهم او الريحة الزيتية يكفوكي للصابون اللي انت عاملاه. احنا كده خلصناه. وبصوا عايزه اقول لكم ان هو بقى يعني ما شاء الله جميل جدا. اوريلكم كمان بطريقه احسن. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا لزوجه شفافيه. وهنجرب الرغوه بتاعته كمان. بسم الله ما شاء الله. استنى اوريلكم كمان بطريقه احسن. ثواني خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لزوجه شفافيه عاليه جدا 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 فوق الوصف. زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله حاجة كده وهم. يعني انت بصي تقدري لو انت عندك لتر واحد هتعملي حوالي 3 لتر او 3.5 كمان بالمكونات كلها، بالمية بالصابون كله. يعني بصي ما شاء الله. نعبوه سوا بقى. بس الجودة عالية جدا. احنا طبعا هنستخدموه بعد يومين. يعني انت مثلا مش بتعملي وانت مثلا ما عندكيش خالص، بتعملي لما يكون عندك حبة صغيرين. يعني انا عملتهم وهشيلهم يومين لحد بس الصودا بس ما تبقى ايه مش موجودة خالص، وتقدري تستخدميه بأمان. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله.